ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا ايمن من قناه شعراوي. لاول مره بتشوفوني يا ريت تعملوا سبسكرايب للشانل ولايك وشير للفيديو ده. انا اعذروني الفتره اللي فاتت بصراحه، لان بقالي 3 اسابيع ما نزلتش فيديوهات علشان كان عندنا امتحانات الفاينل. وامتحانات الفاينل ديت يعني كانت واخده تقريبا شهر، فقاعدين شهر بنمتحن، فاعذروني بجد يعني. وكنت الفتره اللي فاتت دي متضايقه ان انا ما نزلتش فيديوهات، فحبيت ان انا اعمل معاكم كده فلوج سريع. انا وصحابي كنا يعني عايزين نلف بقى شويه بعد ما خلصنا اخر امتحان، فدخلنا المحل ده نشوف العروض اللي هم كانوا عاملينها، عشان كانوا عاملين خصم 50%. احنا كنا داخلين اساسا ان احنا مش ناويين نشتري، بس ناويين نتفرج ونشوف الكوليكشن عامل ازاي والاسعار بتاعتهم عامله ازاي. اول ما دخلت بصراحه فعجبني الكوليكشن اللي هم عاملينه، والاسعار بتاعتهم كانت كويسه. انا كنت بوريكم البيجامات، كانت شكلها حلو بصراحه وشكلها شيك. انا سالت على الاسعار، وسالت على البيجامات، وسالت على كل حاجه، كانت اسعارهم كويسه جدا. وعجبني قوي القمصان اللي كانوا حاطينها في العرض برضو. كانت معظمها كراهات بصراحه، بس هو كراهات كل سنه بينزل، وهو اساسا كراهات شيك كل سنه. هوريها لكم دلوقتي القمصان الكراهات. ده كان بالطو برضو، كان شكله شيك وحلو قوي، وكان لونه برضو جميل. الفلوس انا سألت على السعر بتاع القمصان، كان تقريبا في حدود 250 ل 300، وكانت تقيلة وكانت شيك بصراحة. هتشوفوها دلوقتي في الفيديو. هي دي القمصان اللي انا سألت على سعرها، قالت لي 250، وكان في ب 220. البلوفرات دي برضو كانت كويسة، كان شكلها حلو قوي برضو، في اللبس بتبقى شكلها جميل. هنا بقى الجواكت في المحل كانت معظمها قصير، فانا ما لقيتش الجواكت اللي هي الستايل بتاعي اللي هي الطويله. كانت معظم الجواكت اللي هي القصيره. فانا بصراحه يعني ما سالتش على سعرها قوي. فيعني هي كانت شكلها حلو لاي حد مثلا بيلبس القمصان، اللي بيلبس الجاكيت القصيره. كان الوانها جميله بصراحه يعني. ده كان سويت شيرت برضو، كان جميل قوي. هو عاملين بصراحه الكوليكشن بتاعهم جميل، وعاملين خصم 50%، والمحل كانت اسعاره كويسه. انا حبيت اوريكم كده معظم اللبس اللي كان موجود. بصراحة سألت هنا اسعار حاجات انا كنت شايفاها في محلات برا، وكنت شايفاها اونلاين ب400 و500، لقيتها هنا ب300 و250، وفي ب200. فبجد المحل كان تحفة بصراحة، وفرصة ما يتعوضش بصراحة. في المحل بقى كان فيه ديزاينات مختلفة جدا، والوان كانت كلها حلوة. البلوفرات برضو كانت شكلها شيك قوي، كانت البلوفرات اللي هي الوانها متدرجة ديت نازلة موضة برضو السنة دي. الكراهات زي ما قلت لكم كل سنه بينزل موضه، فالقمصان الكراهات كتير قوي، وانا بصراحه بحبها قوي. فكل القمصان ديت ب250، قمصان الكراهات. صورت لكم تقريبا معظم اللبس اللي موجود جوه يعني، بس انا مسالتش على بنطلونات بصراحه، لان انا كنت مهتميه بالبلوزات والجواكت والحاجات ديت. حتى انا رحت سالت على قميص الكراهات اللي هو لونه اورنج ده، قالت لي ده كان ب300، تحتيه بلوفر برضو اسود كده، فهو معايا يعني. ده كان ب250 برضو انا فاكره. بصراحة كان شكله جميل، هو كان ألوانه كتيرة بصراحة، كان فيه لون أخضر ولون أسود. كان بصراحة يا جماعة ماما كانت قاعدة جنبي بتقولي انتي ما لقيتيش أي حاجة تقوليها غير قميص الكراهات، سايبة كل الكوليكشن وكل الهدوم وماسكة في القميص الكراهات. فقلت لها أنا أصلا بحب القمصان الكراهات، فأعمل ايه؟ وتقريبا معظم المحل هتلاقيه قمصان كراهات في كل حتة. فعشان كده أنا دخلت أصور في المحل بصراحة. كنت بصراحة بفكر يعني ان انا اجيب هدوم للشتاء، بس فما كنتش عارفة اروح محل ايه. انا كده هنا كنت مروحة، فالطريق كان طويل بصراحة قوي، لان المحل كان جنب الجامعة بتاعتي، والجامعة بتاعتي بعيدة عن البيت، فانا كنت بقى هنا مروحة. واليوم بتاعي خلص، وبصراحة كان يوم ممتع جدا، واتمنى ان الفيديو يكون حلو كده ولطيف، وكان فيديو ممتع بالنسبة لكم.
انا بعتذرلكوا تاني مره عشان انا ما نزلتش فيديوهات بقالي فتره طويله، فان شاء الله نعوض كميه فيديوهات حلوه ان شاء الله. اشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامه.